مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين: 56 مصحة تحت المجهر، خروقات تهدد حياة المرضى في المغرب. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. أعلن أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية عزمه على مواصلة جهود سلفه خالد أيت الطالب للتصدي للخروقات التي تشهدها المصحات الخاصة، مثل فرض دفع بالنوار وطلب شيكة الضمان من المرضى وذويهم. وفي تفاعل مع انتقادات برلمانيين خلال مناقشة ميزانية قطاع الصحة، أكد التهراوي أن المفتشية العامة لوزارة الصحة قامت بزيارة تفتيشية مفاجئة شملت 56 مصحة خاصة، حيث تم رصد تجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية، ونتيجة لذلك أحيلت تقارير المخالفات إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح الوزير أن الإجراءات شملت إلزام المصحات بإعادة الأموال المحصلة بشكل غير قانوني إلى المتضررين، وإيقاف العمل بنظام الثلث المؤدى ضمن الاتفاقيات الوطنية المبرمة مع هيئة التأمين. وأشار إلى أن المفتشية رصدت تجاوزات أخرى مثل المبالغة في الفوترة واشتراط شيكة الضمان كشرط للاستشفاء. ورفعت ملفات المخالفات إلى جهات مختصة منها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والنيابة العامة، خاصة في الحالات التي تأخذ طابعا جنائيا. وفقا للبيانات، عالجت الوزارة خلال السنوات من 2020 إلى 2024 عدة ملفات متعلقة بهذه الخروقات، إذ بلغ عددها 13 ملفا، بعضها لا يزال قيد المعالجة. وشدد الوزير على أن معالجة هذه التجاوزات تتطلب إصلاحات شاملة، منها مراجعة التصنيف المشترك الجديد للأعمال الطبية الذي يخضع حاليا للدراسة في الأمانة العامة للحكومة، وإعداد اتفاقيات تنظيمية جديدة. كما كشف التهراوي عن خطط لمعالجة المشكلات المرتبطة بالنوار وشيكة الضمان من خلال تفعيل قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التعاون بين المصحات الخاصة وشركات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ومن جهة أخرى، دعا برلمانيون أغلبهم أطباء إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لتتناسب مع الارتفاع الكبير بتكلفة المعدات الطبية المستوردة وتوفير دعم أفضل للتغطية الصحية، مشيرين إلى صعوبة تحمل المصحات لتكاليف العمليات الجراحية الكبيرة في ظل التعريفة الحالية.